تحياتي العزازات في فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم حبيت نشارك معكم من تحت الطلب تاعكم غريبية الزيت، وصفة من الزمن الجميل من دفتر أمي. إذا نتمنى حبيباتي تابعوا الوصفة للأخير باش كامل إن شاء الله تنشوفوا الوصفة هذه راهي سهلة بزاف البنات، بالزيت وبالسكر العادي. إذا كما راكم تشوفوا البنات تجينا مشقة وتجينا تذوب في الفم، غريبية تذوب في الفم. إذا الوصفة التقليدية الأصلية الجزائرية على طريقة أمهاتنا وجداتنا. إذا كما راكم تشوفوا البنات تذوب ذوبان في الفم، راح تحتاجوها إن شاء الله في العيد وراح تعجبكم بزاف، تعجب ضيوفكم. إذا نتمنى حبيباتي تابعوا الفيديو للأخير باش كامل إن شاء الله تنجحوا في الوصفة، ونخليكم بدون إطالة مع مراحل الوصفة بالتفصيل. اول شيء نبداو به البنات اللي هو الفرينه. عندي هنايا كاس تاع 220 مليلتر. اذا راح ندي هنايا 3 كيسان، راح نغربل الفرينه تاعي مليح. كاس ثاني، الكاس الثالث. اذا 3 كيسان فرينه. اذا نغربلوا الفرينه تاعي 2 مرات هكذا باش تجيني الغريبيه تاعي تجيني خفيفه. نغربلها المره الثانيه. الفرينه تاعي جانبا. نفس الكاس راح نجيب هنايا كما راكم تشوفوا البنات كاس الا ربع ناقص صباع زيت. راح نحط على الزيت مغرفه سمن. هذه المغرفه البنات تاع السمن راح تعطيك بنه ولا اروع للغريبيه تاعكم. راح نخدموا المرق عفوا السمن مع الزيت. اذا نخدموهم مليح مليح بهذا الشكل حتى يذوب لنا تماما هذاك السمن. راح نحط عليه السكر. بالنسبه للسكر البنات انا حطيت هنايا كاس الا صباع سكر عادي. البنات عندي هنايا 2 وصفات مكتوبين، وصفه فيها السكر العادي ووصفه فيها سكر كلاسي. اذا حبيت نحط لكم تاع السكر العادي لانه بزاف بناتي يتخوفوا من السكر من الغريبيه تاع السكر العادي. اذا هنا كما راكم تشوفوا نخدموا مليح مليح السكر تاعنا حتى نتحصلوا على خليط راح يبيض معك من هذا الخليط وراح يثقل. الحراره تاع الايد راح يذوب هذاك السكر. على الخليط تاعنا هنا عندي البنات مغرف جلجلان محمص، خلوه حب، ومغرف كاوكاو محمص ومرحي. بالنسبه للجلجلان خلوه حب احسن. نخلطوا مليح المكونات بهذا الشكل. نحطوا مغرف فاني، قرصه ملح. اذا نبداو عفوا الله اكبر نبداو البنات نضيفوا في الفرينه اللي كنا غربلناها في الاول. اذا ونجمعوا في العجينه تاعنا بهذا الشكل. اذا بالنسبه للفرينه كما شفتوا معايا حطيت 3 كؤوس، واذا حسيت الفرينه ناقصه العجينه ناقصه شويه فرينه راح نزيد لها مغارف. نقلم في العجينه تاعي شوي شوي حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه. هذه الوصفه البنات راهي الوصفه الاصليه هذه للسيده رزقي. اذا وصفه الزمان الاصليه. لموا العجينه تاعنا مليح مليح. بعد ما حطيت البنات الفرينه كامل اللي كنا غربلناها في الاول مع بعض اللي هي 3 كيسان. اذا حسيت العجينه تاعي مازال يخصها. شوف البنات اذا جاتني شويه مرخوفه. اذا راح نزيد لها 2 مغارف ولا 3. راح نزيد لها شويه برك البنات تقريبا 2 مغارف وراح نشوف. الكيسان اللي حطيتهم في الاول ما كانوش معمرين مليح. اذا نتوما راح تدي لكم بالضبط راح تدي لكم 3 كيسان فرينه وراح تتحصلوا على هذا القوام. شوفوا البنات هنا العجينه تاعنا راهي واجده. اثناء البنات نشغلوا الفرن ونبداو نشكلوا في الغريبيه تاعنا. بالنسبه للشكل كما الشكل اللي كامل تعرفوه اللي هو مدور، وطلعوا له شويه هنايا هكذا نديروه كي شغل شابو. هذا الشكل اللي كامل نعرفوه اللي كانوا امهاتنا زمان يشكلوه. نحط الغريبيه تاعي في البلا ونكمل نشكل كامل الحبات قيس بعض. حاولوا هنايا بهذه الطريقه نطلعوا للغريبيه تاعنا هذاك الشكل.
نطيب الغريبيه تاعي قبل ما نطيبوها. اذا نشكلها ونرجع لكم. بعد ما نشكل الغريبيه تاعي انا خرجت لي هذو ربعه وهذو اللي راهم في البلا. اذا راح نزينوا الغريبيه تاعنا بالقرفه كما الوصفه الاصليه كما زمان. نجيبوا لهنايا اصبعنا نديروا هذاك الحفره هذيك صغيره هنا، ونجيبوا لهنا القرفه، نحط شويه هنايا في الوسط. كما خبرتكم الفرن راني شعلته يسخن. البنات برك خبروني في التعليقات شكون مازال تعقل على الغريبيه تاع المغرفه. اذا عندي هذه الوصفه، وانا البارح نتفرج في الوصفات القديمه اللي عندي، وصفات زمن جميل. اذا لقيت الغريبيه تاع المغرفه. اذا اللي مازال تعقل عليها، واذا حبيتوا نديرها لكم هنايا في القناه، هي وصفه قديمه بزاف للغريبيه. اذا حبيتوا نديرها لكم هنايا في القناه برك كتبوا لي في التعليقات. نكمل انايا كامل نحط القرفه الحبات تاعي وندخلهم يطيبوا. شوفوا حبيباتي الغريبيه تاعنا على مائده التقديم كما راكم تشوفوا البنات تجينا مشقه. اذا تجينا ذوبان في الفم. بالنسبه لطريقه الطياب البنات راهي مهمه بزاف. تسخنوا الفرن تاعكم مسبقا مليح. من بعد البنات تحطوا الغريبيه تاعكم في الرف اللي يكون قريب للنار تاع النار اللي من فوق. اذا ترفعوا البلاط تاعكم باش يكون قريب بزاف للنار تاع الفوق. تخلوها حتى تتشقق، ماهيش راح تدي لكم تقريبا تدي لكم دقيقه ولا 2، راح تحمر بهذا الشكل وراح تتشقق. ومن بعد تطفوا عليها من فوق وتهبطوا البلاط تاعكم لتحت باش تكمل طيابها. راح تدي تقريبا 20 دقيقه وتكون طيبه معكم. اذا كما راكم تشوفوا البنات غريبيه من اروع ما يكون بالطريقه التقليديه، طريقه زمان، طريقه زمن جميل من دفتر امي. اذا ريحتها راهي تشهي البنات. اذا اللي يحبوا الغريبيه راح تعجبهم بزاف هذه الطريقه. اتمنى حبيباتي تخلوا لي رايكم في التعليقات، خلوا لي جيم للفيديو حبيبات قلبي، بارطاجيو الوصفه بقوه الاحباب والاصدقاء اكثر باش تعم الفائده وباش نحافظوا على وصفاتنا التقليديه، وصفات زمن جميل. نختم الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني حبيباتي في فيديو جديد. سلام.